حاجة بسيطة جدا. لو أنا مصممة إنهم هياكلوا حاجات معينة وهيشربوا حاجات معينة، مش عايزاهم يشربوا حاجات مضرة للصحة، بحط لهم معاهم ياخدوا في اللانش بوكس بتاعتهم غذاء صحي. طبعا عرفت بعد ما كبروا بناتي مثلا، عمري ما كنت بحط لهم شيبسي وكده، كنت احط لهم تفاح، بيضة، حاجات طبعا سندوتشات بس مغذية. ما كنتش بديهم كوكاكولا، كانوا ياخدوا مرة في الأسبوع حاجة غازية. عرفت لما كبروا إنهم كانوا بيتبادلوا في المدرسة، كانوا يروحوا يدوا التفاحة لحد وياخدوا منه شيبسي، يروحوا يدوا مش عارفة إيه وياخدوا كوكاكولا. حتى لو وقتها حكولي حصلت النهارده حاجة كده، فلقيت صاحبتي عايزة تفاحة قوي، فقلت لها طب ايه رأيك تاخدي التفاحة، واخدت بدالها كذا. اوكي، هسمع الحكاية هضحك، اما ده كان صدفة يعني. بس تاني بفكر ليه مهم لا ما ناخدش الشيبسي، ناخد التفاح كذا كذا. لو انا مصممة وتتحكي لي كذا مرة انه حصل، يبقى انا بعد كده مثلا بكرة مفيش مصروف، هيبقى في بس اللي في اللانش بوكس. ولو انا بقدر اعرف، دايما زمان انا كنت اقول لاولادي انا بعرف كل حاجه، اوقات مواقف كتير قوي بتوريهم ان انا بعرف حاجات كتير. بسال يا اما بتتحكي لي حكايه، فكنت اقول مثلا بكره مفيش مصروف، هو اللانش بوكس بس، والحاجه اللي في اللانش بوكس هي اللي هتتاكل، مفيش تبادل اكل. لو اتعالت تاني لازم هيبقى في موقف تاني.